أن مصداقية الرئيس تبون والمستقبل السياسي للرئيس تبون انتهى. يعني تاريخ الرئيس تبون راح في تمريقة كلب وراح في كراع تبون. تاريخ تبون راح في تمريقة كلب. الآن تبون لم يعد يملك لا شرعية ولا مصداقية ولا حتى سبب لوجوده. ذل روحه ذلنا لأنه طلق صنصال وقراعه فوق راسه، وليس بإرادته أو لظروف إنسانية بل أوامر. أمر فطبق الأمر. تخيلوا أنتم واحد يطلب منه أو يؤمروا يوم 10 أمره الرئيس الألماني، يوم 10 أصدر الرئيس الألماني أمر، يومين يعني خلال 48 ساعة ينفذ الأمر. يوم 10 صدر الأمر، 11 كانوا يحضروا، 12 أمضى المرسوم بقى على خير. لم يحدث في أي دولة في العالم، في التاريخ ما حدثش، عمرها ما صارت في التاريخ أنه واحد يطلب منك اليوم بعد 24 ساعة أو 48 ساعة تطلق السيد. أعطوني كم دولة في العالم صرات تدخلات لبعض الزعماء والرؤساء والأمراء والملوك، وين يطلبوا عفو من عند أي رئيس، يطلبوا عفو، يدرسوا القضية شهر شهرين، يقولوا أوكي بعد طلبين ذا شهر شهرين، صح مش 48 ساعة، مش 48 ساعة، عمرها ما صرات. صنصال في روحه ما كانش يتخيل، صنصال لم يكن يتخيل أنه في خلال 48 ساعة يصبح في ألمانيا. يوم 10 عبز، يوم 12 يسيل، عبز يسيل، اشترك باك